ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الحديث: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. في معية عامة لكل الناس، وهو معكم أينما كنتم سبحانه وتعالى. وفي معية خاصة لأهل الإيمان، معية خاصة يعني حفظ والمعاملة الخاصة، التأييد وإجابة الدعاء. دي معية خاصة. فالمعية الخاصة دي من أسبابها مداومة الإنسان على الذكر، يعني طول ما أنت منشغل بذكر ربنا سبحانه وتعالى باللسان وبالقلب تفكر، ده من أسباب المعية الخاصة، الحفظ الخاص. وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. يعني لما أنت تقعد كده تقعد تذكر ربنا سبحانه وتعالى، أو تقرأ مثلا كتاب عن الأسماء والصفات، صفات ربنا سبحانه، تقعد تقرأ عن اسم الله الرحمن، اسم الله الرحيم، اسم الله الودود، اسم الله الولي، تقرأ في معاني الأسماء. ده باب عظيم من أبواب العبودية، ده من معاني الذكر. ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. وإن ذكرني في ملأ، أنت بتترقى فبدأت تقعد تكلم الناس عن ربنا سبحانه وتعالى، تحبب الناس في ربنا سبحانه وتعالى. وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. ربنا سبحانه وتعالى يباهي بك الملائكة، يذكرك في ملأ أشرف وأعظم وأكرم من الملأ اللي أنت بتتكلم معاهم عن ربنا سبحانه وتعالى. وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. إذا أدخل أهل الجنة الجنة ينادي ربهم سبحانه وتعالى فيقول: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد بيضت وجوهنا وأدخلتنا الجنة وأعطيتنا ما لم نعطي أحدا من قبل. في لفظ يقول الله تبارك وتعالى: أفلا أزيدكم؟ عايزين حاجة زيادة عن كده. قال: فيكشف الحجاب. فيكشف الحجاب يعني عن وجهه سبحانه وتعالى، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى الله. فما أعطوا شيئا، يعني ما أعطوا شيئا، يعني دي نكرة في سياق النفي، يعني معناها أي شيء، أي ما أعطوا شيئا يعني من نعيم الجنة كله أحب إليهم من النظر إلى ربهم سبحانه وتعالى.